هل غياب محمد رمضان أثر في الدراما السنة دي؟ ومين اللي عوض غيابه؟ وليه محمد رمضان مختفي أصلاً؟ طارق، ايه يا حبيبي؟ مية عشان شرقت. أنا مقدر الحالة والظروف اللي أنت بتمر بيها دلوقتي، عشان كده مش هحاسبك على الكلام اللي أنت بتقوله. اخواتي خطفوا بنت من عند حماية وهيقتلوها زي ما قتلوا مراتي وابني يا بيه. انت سبب كل المشاكل اللي في حياتي وبحط جزمه في بوقي. بس انت حتى مش سايبني اختار يا سيد، مش سايبني اختار. خلونا نعترف إن الناس كل سنة بتستنى مسلسلات محمد رمضان، وبيكون مسلسله هو مسلسل الشارع، لكن بقالها سنتين ومحمد رمضان مختفي عن الدراما الرمضانية وما بيعملش أي حاجة. طب إيه الأسباب؟ محدش يعرف، رغم إنه عامل في رمضان ده برنامج مدفع رمضان، يعني كان عنده وقت يصور ويعمل لنا مسلسل. فإيه المشكلة طيب؟ هل السبب هو تحضيره لفيلم أسد؟ ولو أنت ما تعرفش فمحمد رمضان بيحضر دلوقتي لفيلم مختلف وهيكون علامة مهمة وكبيرة في تاريخه، وده حسب تصريحاته الأخيرة عن الفيلم، وقال إن الفيلم ده هيكون أول فيلم مصري يوصل للعالمية. الفيلم اسمه أسد، ومن إخراج المخرج المصري العالمي محمد دياب، وإنتاج موسى أبو طالب، وتأليف شيرين وخالد دياب اللي بيتعرض لهم دلوقتي مسلسل أشغال شقة جدا ومكسر الدنيا. وشفنا من دلوقتي جمهور رمضان وهما بيعملوا بوسترات تخيلية للفيلم، وشكرهم محمد رمضان على انستجرام وكتب: مبسوط جدا من اجتهادكم وتوقعاتكم لشخصيتي في فيلم أسد، وشكرا على التصميمات الرائعة دي، وحماسكم ده يا جماعة مشجعني قوي في مرحلة التحضير للفيلم. بعيدا بقى عن كل ده، تفتكروا مين اللي بقى مسلسل الشارع السنة دي وعوض غياب محمد رمضان؟ أنا في وجهة نظري إن مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضي على قائمة المنافسين على اللقب ده. المسلسل جذب الناس وبدأ يخطف المشاهدات، ومن أول حلقة صدقوني من أول حلقة وإيه الأحداث في الطالع والدنيا مولعة، وشفنا صور كتير للناس على القهاوي وهم بيتفرجوا ملمومين حواليه. المسلسل بصراحة قصته حلوة ومتنفذة حلو، لا تكرار ولا ملل. فهد البطل قصته جاية من قلب الشارع، وبيحكي كل حاجة عن المواطن في المناطق الشعبية وقيمة الصحوبية والجدعنة، وفي نفس الوقت الصراعات اللي بتحصل في المناطق دي، وشخصية فهد الشاب المصري المجدع الأصيل ابن البلد اللي أصوله أساسا من الصعيد، دي بقى من الشخصيات اللي فعلا بيحبها جمهور الشارع المصري. وأحمد العوضي في المسلسل ده قدر يثبت للكل إنه معلم فعلا في التمثيل، خصوصا بقى بعد الكلام اللي بيتقال إنه بيلمع وبيمثل بس مع ياسمين عبد العزيز. ورغم إننا فعلا زعلانين إنهم انفصلوا فنيا، بس يمكن ده مفيد للاتنين علشان التكرار بيخلي الجمهور يزهق. وفعلا أحمد العوضي في المسلسل ده عمل حاجة مختلفة عن باقي مسلسلاته، وقدر إنه يلمع فيه جدا. وسط كل الأعمال اللي بتتعرض دلوقتي، خلوني أقول لكم إن فهد البطل قدر يحجز مكانه ويبقى واحد من أهم الأعمال دي، يعني مش مجرد مسلسل في رمضان كده والسلام. بتغير يا صاحبي ولا ايه؟ يا بنت حبي ليكي حاجه وحبي ليها حاجه تانية، انت اختي. وبعدين مش هي دي اللي انت دفعتي عنها وعملت فيها المحاماه بتاعتها؟ بدافع عنها عشان عايزاك مبسوط، لكن هتاخد مني يا اخويا لا. ثم نروح بقى لمسلسل العتاولة. سواء تختلف أو تتفق مع اللي بيحصل مع الموسم الثاني منه، لكن كلنا ما نقدرش ننكر إن المسلسل نجح. الفكرة بقى إن أنا لحد دلوقتي مش قادرة أحدد هو نجح أكتر من الجزء الأول ولا لسه. لا بصراحة الجزء الأول كان ناجح جدا ومكسر الدنيا، بس لحد دلوقتي مش حاسة إن المسلسل عامل نفس الضجة بتاعة السنة اللي فاتت، لكن ده ما ينكرش إنه ناجح. وبعدين عندي سؤال هنا بقى يا جماعة، لما كلنا معترضين على بعض الحاجات اللي بتحصل في الجزء الثاني من المسلسل اللي بيتعرض دلوقتي، يعني فمين بقى السبب في إنه يبقى ناجح بالشكل ده؟ صراحة هو المسلسل من إخراج لسيناريو لأداء لديكورات وصورة حلوة وموسيقى وتتر كمان، كلهم متقدمين بشكل ممتاز. فمسلسل العتاولة هو كمان بينافس على لقب مسلسل الشارع المصري. تفاعل الناس مع المسلسل وتجمعتهم على القهوة علشان يتفرجوا عليه بيخلينا نعتبره برضه منافس قوي على اللقب. القصة تفاصيلها مرتبطة ببعض بشكل حلو قوي، والأحداث نفسها فيها سلاسة ومترتبة كويس. كل ده بيخليك متحمس وانت بتتفرج على الحلقة، وما بتقدرش تقوم من قدامها غير وانت مخلصها. أداء الممثلين كمان صعب نتكلم عنه لأنه لا غبار عليه. 3 من أتقل الممثلين في مصر لاعبين دورهم بكل أريحية، تحس كده إن كل واحد فيهم بيلعب ماتش كورة وبيباصي اللعبة الحلوة للي معاه. وثنائية السقا وطارق لطفي ثنائية قوية وممتعة جدا، ده غير إن باسم سمرة إضافة قوية طبعا للمسلسل. هو عامل شخصية شريرة بس كلنا بنحب خفة دمها. عشان تبقى تشتري مني انت لسه بتسألها يا راجل يا مفضوح؟ ما قلت لك سرسوم الهوا جاي من عندك انت. وباقي كاست المسلسل كلهم دورهم جميل ولذيذ، زي زينة ومصطفى ابو سريع، ادوارهم حلوه بصراحه. وما ينفعش طبعا ننسى الاضافه القويه للجزء الثاني فيفي عبده ونسرين امين، دول بقى فاكهه المسلسل. وده كله بقى غير مشاهد اسكندريه البلد اللي كلنا بنحبها. يمكن المشاهد دي علقت الناس بالمسلسل اكتر، ولحد هنا كان تمام وقلنا بس ده كمان مسلسل عوض غياب محمد رمضان وتفاعل الجمهور معاه زي ما كان بيحصل مع مسلسلات رمضان، ونقدر نعتبره برضه وهو كمان مسلسل الشارع. وبعدين تعالى هنا يا اخويا، وانا كنت متجوزك ايه؟ طيار؟ ما انا متجوزك حرام، انت نسيت نفسك ولا ايه؟
قام ظهر لنا مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان والنجمة سهر الصايغ، واللي برضه الناس حباه وبيتفرجوا عليه على القهاوي ومتعلقين بيه وبالصراعات اللي بتحصل فيه، وشايفين ان هو كمان يستحق لقب مسلسل الشارع في رمضان. ويمكن من الحاجات اللي معلقة الناس بالمسلسل ده انه اول مرة نشوف مصطفى شعبان في دور صعيدي، راجل صعيدي كبارة كده بيحكم أسرة كاملة، والأول مرة نشوف صراعات ما بينه وما بين سهر الصايغ اللي بتطلع لنا كل سنة الملاك البريء اللي بجناحات. السنة دي بقى أجاركم الله عقربة، فدي حاجات جديدة على الناس بالنسبة لمصطفى شعبان وكمان سهر الصايغ. والناس عموما بتحب فكرة المسلسلات اللي فيها أسرة، سواء الأسرة دي فيها علاقات كويسة زي مسلسل كامل العدد مثلا، أو حتى مسلسل حكيم باشا اللي فيه صراعات جوه الأسرة. اصطبحنا واصطبح الملك لله، برنس ابتدت اليوم بدري، حسها كيه الجرار. او تعمل ست القصر، تعمل ست القصر. ده تسيب واهمال. ايوه، كيف يعني حد فيكم يمد يده على حاجه في البيت من غير شورة ست القصر؟ ها كيف يعني كيف؟ كل التحية لصناع مسلسل فهد البطل حكيم